السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وفيديو جديد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض مربى الجزر بالبرتقال. وصفة سهلة جدا ومقاديرها بسيطة، مش هتاخد منك مجهود ولا وقت. احنا في موسم البرتقال والجزر، فلازم نستغل الموسم ده وهنطلع منه احلى مربى جزر بالبرتقال. ويلا بينا كده على المقادير. معانا كده انا جبت كيلو من الجزر، غسلته كويس جدا وسبته علشان هبشره. ومعايا كمان كيلو من البرتقال، وهبدأ اغسله بفرشة الخضار، لان البرتقال هسويه بالقشر بتاعه، فلازم يكون نظيف. وفي الوقت ده انا رافعه حل على النار، هنزل فيها البرتقال. هياخد 10 دقايق بس على النار عشان ينزل المرارة اللي فيه، عشان واحنا بناكل المربى ما نحسش بمرارة كده في المربى. كده انا هبدأ اقشر الجزر بتاعي. المقادير هتلاقيها مكتوبة في صندوق الوصف. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير. كده هبدأ اقشر الجزر. كيلو الجزر بياخد كيلو من البرتقال، ومعاهم كمان كيلو من السكر. بدأت كده ايه اقشر الجزر بتاعي. هبدأ ابشر الجزر. انا هبشره هنا في المبشرة، فهبشره بشر خشن. الناعم طبعا ما ينفعش معايا، فبدأت ابشره ببشر خشن. كده انا خلصت بشر الجزر، وضفت له كمان كيلو السكر عشان ينزل السوائل بتاعته. واجيب البرتقال نزلته من على النار، خد نص تسوية بس. متنسوش يا جماعة اللايك والاشتراك في القناة ومفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا كده بقطع البرتقانة 2، وبشيل الزيادات بس من الجوانب كده، وبسيب البرتقانة يعني مبشيلش منها اي قشر. انا بس بشيل الزيادات اللي في الجنبين. ببدأ اقطعها. انا ممكن كنت سويتها بنفس التقطيعة دي، بس انا لقيتها خشنة شوية، فانا نعمتها في الخلاط. ممكن تنعمها في الكبة عادي. وهنا الجزر عليه ضفت له السكر، بدأ ينزل السوائل بتاعته. كده انا هضرب البرتقال في الخلاط وهرجع اضيفه على الجزر. كده هنزل بالبرتقال. انا كده ضربته ضرب خشن مش ناعم. طبعا الريحة مش هقولك الريحة عاملة ازاي، لازم تقومي وتجربيها. الوصفة مقاديرها بسيطة جدا، اكيد هتلاقيها عندك في مطبخك. قومي اعمليها، ما تكسليش، وهتعملي ان شاء الله احلى مربى جزر بالبرتقال. انا كده بضيف لها عصير ليمونة، ممكن تضيفي لها ملح ليمون، بس عصير الليمونة يعني بيدي نفس الطعم. كده طبعا نزل السوائل اللي فيه. هبدأ انزله في حلة وهرفعه على النار. كده انا نزلته في الحلة وهبدأ ارفعه على النار، على نار عالية خالص. وبعد كده هبدأ اوطي عليه النار واحدة واحدة كده، وايديا طبعا فيه منساهوش. انا عملت له دلوقتي رفعته، وكمان ضفت له رشة الملح. وببدأ اقلب كل 5 دقايق كده منساهاش، عشان اشوف السوائل بتاعتها طبعا. وبتبدأ الكمية بتاعتها بتقل معايا. كل ما تكمل سوا كل ما بتقل معايا. متنسوش اهم حاجة اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كده بدأت تستوي معايا والسوائل قلت منها خالص. ده شكلها النهائي طبعا. وهبدأ اعبيها في برطمانات
وان شاء الله الوصفة هتعجبك. اهم حاجة تعمليها ما تكسليش. انا هنا هعبيها في برطمانات كانت عندي، واضغطي على المربى، وطبعا املي البرطمان بيها عشان ما تسيبيش اي تهوية ليها، وهتسيبيها تبرد، وبعد كده بدخلها في التلاجة، واعملي منها سندوتشات. افطروا منها ان شاء الله تعجبك. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير. يا رب الوصفة تعجبكم. هبدأ كده ألم طبعا الباقي. الريحة مش هقولك على الريحة، انت بقى لما تجربيها ان شاء الله تعرفي طعمها، وكمان الريحة بتاعتها. بدأت اكلت منها كده، طعمها جميل جدا. كده انا جهزت طبق للسندوتشات. شكلها جميل والريحة كمان اجمل. هبدأ اكل حتة كمان هنا. طعمها طبعا كان جميل جدا. يا رب الوصفة تعجبكم، ويا رب وصفاتي تكون نالت اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.